رجل المواقف اللي مش بس دينية، كمان الوطنية بامتياز. صاحب الموقف الواضح هو اللي قال، وصاحب المقولة اللي بتقول: نرفض أن يملي علينا أحد مواقف لا تنسجم وقيمنا الإيمانية والروحية والأخلاقية، فنحن لسنا في جيب أحد، ومن لم يستطيع قول الحقيقة فليتنحى جانبا وليصمت. وهو قول الكل الفلسطيني أكيد، الثائر الديني والوطني الأسير السابق المناضل سيادة المطران عطلة حنا، رئيس أساقفة سباسطيا للروم الأرثوذكس. مرحبا سيادة المطران، وأهلا وسهلا فيك في برنامج شكرا طائر كلفينيك بودكاست. شكرا جزيلا لكم ولإذاعتكم الكريمة، وأنا فخور جدا بهذا التواصل. وأتمنى يعني حقيقة لشعبنا الفلسطيني وخاصة في هذه الأوقات بأن تتحقق العدالة، بأن يتوقف العدوان، بأن ينعم الشعب الفلسطيني بحرية طال انتظارها، وفي سبيلها قدم وما زال يقدم التضحيات الجسام. آمين. هذه هي رسالتنا إليكم ومن خلالكم لكل المستمعين من رحاب مدينة القدس، حاضنة المقدسات وأهم المقدسات الإسلامية والمسيحية، وعاصمة فلسطين. هكذا كانت وهكذا ستبقى رغم كل الإجراءات الاحتلالية الغاشمة. إن شاء الله عاصمتنا الأبدية أكيد، وآمين لكل ما تفضلت فيه سيادة المطران. لكن حابين أيضا في بداية هذا اللقاء الشعب الفلسطيني يسمع من حضرتك كلمة بعد كل ما جرى، بعد أيام وعشرات الأيام من الحرب، أو خلينا نقول شهرين، أكثر من شهرين من الحرب على غزة وعلى الكل الفلسطيني. يعني حقيقة المعاناة الفلسطينية ابتدأت منذ عام 48 وما زالت مستمرة ومتواصلة حتى اليوم، لا بل حتى قبل 48 منذ وعد بلفور وحتى هذه الساعة، والشعب الفلسطيني يتعرض للمؤامرات والمشاريع الاستعمارية والاحتلالية الغاشمة الهادفة لتصفية أنبل وأعدل قضية عرفها التاريخ الإنساني الحديث. ما يحدث حقيقة في غزة ليست حربا اعتيادية أو عدوانا عاديا، هو ما أخطر. صحيح. ما هو أخطر من ذلك؟ إنه مخطط تهجير، مخطط نكبة جديدة وتطهير عرقي واستهداف لشعب. وأنا أعتقد بأن ما يحدث في غزة اليوم إنما هي جريمة العصر. طبعا كل الشعب الفلسطيني مستهدف، الضفة الغربية أيضا مستهدف. في كل يوم عندنا يعني اقتحامات، عندنا اغتيالات، اعتقالات إلى آخره. والقدس المؤامرة الكبرى هي ما تتعرض له مدينة القدس من هذا الاحتلال الذي يسعى لطمس معالم المدينة المقدسة وتزوير تاريخها وسرقة مقدساتها وأوقافها. نزيف غزة هو نزيفنا، وآلام غزة هي آلامنا. كنت اليوم أتحدث مع فضائية من الخارج، سألني أحد الإعلاميين: هل تشاهدون الصور المروعة لما يحدث في غزة؟ فقلت له بأننا لا نشاهد فقط، بل نحن نعيش هذه الآلام ونعيش هذه الأحزان وهذه المعاناة، وخاصة الأطفال. مشهد الأطفال الشهداء مشهد مروع ومؤلم ومحزن، ومشهد كل هذا الدمار وكل هذه الأشلاء وكل هذه الدماء. ما يحدث حاليا في غزة لا يمكن وصفه بالكلمات. إن لي أصدقاء في غزة، يعني أعرف أصدقاء منهم أطباء، منهم جامعيين، منهم أساتذة، منهم يعني هنالك من ارتقوا شهداء، هنالك من فقدوا عائلاتهم، هنالك من دمرت منازلهم، وهم اليوم
في أماكن آمنة على الحدود مع مصر إلى آخره. يعني لا يمكن أن أجد الكلمات اللائقة والمناسبة في وصف هذه المأساة صحيح. التي يتعرض لها أهلنا في غزة. وأنا أطالب من خلالكم وأتمنى أن تصل رسالتي إلى كل مكان أن يعمل الأحرار جميعا من أبناء أمتنا والعالم بأسره من أجل وقف هذه الحرب ووقف هذا العدوان، حقنا للدماء ووقفا للدمار. وهذا ما نتمناه، وإن شاء الله الكل بيكون له دور وبيتحرك العالم تجاه ما يحصل. سيادة المطران، حضرتك كرجل دين ومع قرب الأعياد الميلاد، شو بتقول للعالم الغربي اللي بيرفع دائما شعار الديمقراطية؟ شو بتقول لكل المرجعيات الدينية والحقوقية والإنسانية تجاه الصمت اللي عماله بيصير على كل ما يحصل بفلسطين، تجاه كل الصمت الإعلامي الخارجي عن المجازر اللي ترتكب في حق أهلنا في غزة، ترتكب في حق فلسطين؟ يعني حقيقة في الغرب هنالك حكام بغالبيتهم، طبعا هنالك بعض الاستثناءات، ولكن غالبية الحكام في الغرب وفي المقدمة منهم أمريكا وبريطانيا وغيرها أيضا هم ليسوا فقط يعني داعمين أو مؤازرين للاحتلال، بل هم شركاء بشكل مباشر صحيح. في هذه الجرائم المرتكبة بحق شعبنا الفلسطيني. هم أرسلوا صواريخهم وقذائفهم، وقد أضحت غزة ويا للأسف الشديد وكأنها حقل تجارب لكل هذه الصواريخ والقذائف والأسلحة التي أوتي بها من الغرب دون الأخذ بعين الاعتبار أي قيمة إنسانية أو أخلاقية. وبالتالي نحن نعتبر بأن هؤلاء الحكام في الغرب أيديهم ملطخة بدماء الأبرياء. مشكلتنا ليست فقط مع الاحتلال طبعا معروف يتآمر علينا منذ سنوات طويلة، ولكن في الغرب هنالك حكام في خطاباتهم يتشدقون بحقوق الإنسان وبالديمقراطيات والحريات حتى حقوق الحيوان، ولكنهم يغضون الطرف ويتجاهلون معاناة الشعب الفلسطيني، وهذا يجعلنا نفقد الثقة بهم. نحن فقدنا هذه الثقة منذ سنوات طويلة. صحيح. ولكن انعدام الثقة زاد في الآونة الأخيرة مع الحرب ومع العدوان الذي يتعرض له أهلنا في غزة، حيث أن القادة السياسيون في الغرب هم مشاركون بشكل مباشر في هذا العدوان الهمجي. مثل ما تفضلت. تفضل. أما المسيحيون في الغرب، يعني حقيقة في الغرب هنالك شرائح من الشعوب، حتى في أمريكا وحتى في بريطانيا وحتى في كل الدول الأوروبية وأستراليا إلى آخره، هنالك شرائح كبيرة من المثقفين والأكاديميين، وهم من كل الأديان ومن كل الأعراق، الذين باتوا يدركون ويعرفون جيدا جسامة الظلم الواقع على شعبنا الفلسطيني. ولذلك شاهدنا المسيرات والمظاهرات المليونية في كل مكان، وشاهدنا أن هنالك اتساعا، وهذا أمر يقلق إسرائيل حقيقة، هنالك اتساعا في رقعة الوعي. صحيح. في سائر أرجاء العالم تجاه المعاناة الفلسطينية والآلام الفلسطينية، وتجاه رغبة الشعب الفلسطيني ونضاله من أجل الحرية واستعادة حقوقه السليبة. نحن من واجبنا أن نعمل على أن تتسع رقعة أصدقاء الشعب الفلسطيني، وكلما اتسعت رقعة أصدقاء الشعب الفلسطيني ازدادت إمكانية أن تتغير السياسات في الغرب. أنت تعرفين أن الأنظمة في الغرب هي أنظمة ديمقراطية، يعني الشعب هو الذي يقرر من هو الحاكم. صحيح. وبالتالي إذا ما الشعب تغير لصالحنا كفلسطينيين ممكن أن يتغير كل شيء هناك. يجب أن نعمل. طبعا السوشيال ميديا يلعب دور في هذا، وسائل الإعلام
نشطاء وسائل الإعلام صحيح. والسوشيال وهذا ميديا لقينا له كلهم. نتيجة أيضا من خلال كم المظاهرات واللي انعدت بالآلاف، ومنها في بعض الدول كانت مليونية لناصرة القضية الفلسطينية. وهذا اللي نعم. بيسبب مثل ما تفضلت أكيد إزعاج كبير. لكن سيادة المطران، تم بهذه الفترة الاعتداء على بيوت العبادة الإسلامية والمسيحية وسط وأمام مشاهدة من المرجعيات الدينية في العالم ككل، وما كانش في تحرك صدقا يعتبر تحرك فعلي أو تحرك ممكن يأثر بشيء على الأحداث اللي عمالها بتصير. شكرا على هذا السؤال، وأنا أود أن أربط هذا السؤال بالسؤال الذي كان قبله، وأن أستطرد في الإجابة على السؤال تفضل. الذي كان قبله، ومن ثم أنتقل إلى هذا السؤال. يعني حقيقة في هذه الأيام يستعد المسيحيون في كل مكان للاحتفال بعيد الميلاد المجيد، ونحن نرى أن العواصم العالمية بغالبيتها وشوارعها مزدانة بالأنوار، بالزينات، بالمهرجانات، بالاحتفالات إلى آخره. أنا ما أود أن أقوله للمسيحيين في العالم هذا، إذا ما كانوا مسيحيين حقيقيين، ما أود أن أقوله لكم تذكروا أرض الميلاد في عيد الميلاد. تذكروا أن فلسطين هي أرض الميلاد، ومغارة الميلاد هي في بيت لحم، وشعب هذه الأرض المقدسة والمباركة يعاني من هذا الاحتلال ومن هذه الحرب ومن هذا القمع ومن هذا الظلم. نحن في عيد الميلاد نتحدث دائما عن قصة عن المجوس الذين أتوا من بلاد فارس، وقد دلهم كوكب ساطع في السماء على مغارة الميلاد، حيث قدموا للطفل المولود الهدايا، ذهب ولبان ومر. هذا موجود عندنا في الإنجيل المقدس. اليوم ما أود أن أقوله للمسيحيين في العالم، ما نريده منكم هو ليس أن تقدموا لنا هذه الهدايا. ما نريده منكم أولا هو أن تصلوا من أجلنا، أن ترفعوا الصوت عاليا. المسيحية الحقيقية تعلمنا أن نقول كلمة الحق حتى وإن أزعجت جبابرة وحكام هذا العالم. ما أتمناه من المسيحيين ألا يخافوا وألا يترددوا من أن يقولوا كلمة الحق في دفاعهم عن المظلومين والمتألمين والمعذبين، وفي المقدمة منهم شعبنا الفلسطيني الذي يعاني ومنذ سنوات طويلة من هذا الاستعمار ومن هذا الاحتلال. أما المرجعيات الدينية المسيحية، دعيني أتحدث عن المرجعيات الدينية المسيحية بشكل خاص من كل الكنائس، الكاثوليكية والأرثوذكسية والإنجيلية. طبعا أن نحن نشكرهم على صلواتهم وعلى إضاءاتهم للشموع من أجل فلسطين ومن أجل غزة، ولكن هذا لا يكفي. الصلاة والدعاء وإضاءة الشموع يجب أن تكون مقرونة أيضا ومرتبطة بالموقف الجريء والواضح والقوي، الرافض للعدوان، الرافض للاحتلال، الرافض لكل هذه المظالم التي يتعرض لها شعبنا الفلسطيني. نحن خلال هذه الأيام أقمنا عدة فعاليات في القدس، خاطبنا من خلالها المرجعيات المسيحية في العالم، وطالبناهم في عيد الميلاد وفي غير الميلاد، يعني في كل الأيام وفي كل المناسبات، طالبناهم بأن يقولوا كلمة الحق، بألا يخافوا من قول كلمة الحق، وأن يدافعوا عن شعبنا الفلسطيني. لا بل اليوم تحديدا في نداء وجهناه لعدد من الكنائس المسيحية في العالم، قلنا لهم أنكم عندما تدافعون عن فلسطين وشعبها المظلوم، أنتم تدافعون عن المسيحية في مهدها. هنا مهد المسيحية، ولا يجوز تجاهل هذه الحقيقة التاريخية، هذه الحقيقة التي نفتخر بها كفلسطينيين. أولا لأن وطننا هو وطن مقدس ومبارك، عندنا أهم المقدسات المسيحية والإسلامية،
وانطلاقا من هذه الأرض المباركة نحن نناشد كل المرجعيات الروحية في العالم، مسيحية، إسلامية، كل المرجعيات، نطالبهم بأن يرفعوا الصوت عاليا وأن يكونوا أقوياء في دفاعهم عن أنبل وأعدل قضية إن شاء الله. عرفها التاريخ الإنساني الحديث. إن شاء الله. لكن سيادة المطران، هنا بيجي السؤال إنه هل المؤسسات الدينية بيكون لها تأثير على السياسيين أو تأثير مباشر على السياسيين لما نكون الغربيين؟ مهم جدا أن نقول هنالك البعض الذين يظنون أن الغرب مسيحي، وهذه معلومة غير صحيحة. لا يوجد هنالك غرب مسيحي، هنالك مسيحية في الغرب، ولكن الغرب ليس مسيحيا، والسياسات المتبعة في الغرب من قبل الحكام لا علاقة لها لا بالقيم المسيحية ولا بالأخلاق المسيحية. يعني على سبيل المثال الحصر، عندما تم احتلال العراق على زمن الرئيس الأمريكي بوش على ما أعتقد، في ذلك الحين كل الكنائس بما في ذلك قداسة البابا في روما أصدروا بيانات وناشدوا الرئيس الأمريكي في ذلك الحين بألا يدخل إلى العراق، ولكنه لم يسمع ودخل واحتل وحدث ما حدث. صوت الكنيسة في الغرب ليس مسموعا عند المرجعيات الدينية، عند المرجعيات السياسية، عند المرجعيات السياسية، لأن المرجعيات السياسية أجندتها هي مصالح اقتصادية، مصالح سياسية، مصالح استعمارية إلى آخره. هؤلاء السياسيين بغالبيتهم هم مجردين من القيم الأخلاقية والإنسانية والمسيحية. يعني من يصمت أمام قتل الأبرياء والأطفال هو مجرد من كل شيء. لا صحيح. يمكن أن يكون مسيحيا، لا يمكن أن يكون إنسانا، حتى ليس فقط مسيحيا، لا يمكن أن يكون إنسانا عنده قيم إنسانية وهو يقبل بأن يقتل هؤلاء الناس بدم بارد وأن يستهدف الناس بهذه الطريقة. صحيح. في غزة وفي غير غزة. صحيح. لكن وبالتالي نحن لا نراهن على السياسيين في الغرب لأن أجندتهم السياسية معروفة بالنسبة إلينا، ولكننا نراهن على الشعوب، نراهن على شريحة كبيرة من الشعوب التي تزداد يوما بعد يوم. ولذلك نحن نلحظ أيضا أن اللوب الصهيوني والمحرضين على الفلسطينيين يزدادون أيضا، لأنهم ممولين وهم يسيئون ويشوهون الحقائق والوقائع، ولكن نحن نملك الحقيقة. بالتأكيد. الفلسطينيون وأصدقائهم المنادين بعدالة القضية يملكون الحقيقة. غيرنا قد يملك المال وقد يملك إمكانيات كثيرة، ولكن نحن نملك الحقيقة أساس كل شيء، هي أقوى من كل شيء. صحيح. والحقيقة هي قادرة على أن تؤثر على كل إنسان عنده قيم إنسانية وأخلاقية في هذا العالم. أكيد. والجدير ذكره هون كمان سيادة المطران إنه بالرغم من معرفتنا جميعا إنه التأثير على السياسيين الغربيين المتجردين من كل شيء بالإنسانية هو شيء خلينا نقول ممكن يكون مستحيل، لكن صوتنا لازم يضل موجود وعلى صعيد الكل العالم الموجود وكل من يمتلك الإنسانية. أكيد. يعني بايدن الرئيس الأمريكي، قامت الكنائس الأمريكية التي نتواصل معها، هنالك كنائس في أمريكا نتواصل معها دائما ونستقبلهم عندنا ويأتون كوفود إلى آخره، وهم متعاطفون مع شعبنا. كتبوا وناشدوا ورفعوا بيانات وأرسلوا كتب للبيت الأبيض إلى آخره، ولكن لم يتلقوا حتى الآن أي جواب. القابع في البيت الأبيض ينطبق عليه ما قيل يوما في الكتاب المقدس: لهم آذان ولا يسمعون ولهم عيون ولا يبصرون. هؤلاء لا يسمعون ولا يبصرون إلا ما ينسجم وفق أهوائهم وسياساتهم ومصالحهم وأجنداتهم السياسية والاستعمارية في هذا العالم. ولن يسمعوا، لكن احنا كوننا أصحاب حق إن شاء الله نحن سنبقى نتحدث ونطالب ونناشد
لن نألو جهدا، سواء سمعوا أو لم يسمعوا صوتنا يجب أن يصل إلى كل مكان، لعل وعسى يخترق هذا إن الصوت شاء الله. بعض الجدران الموصدة أمامنا. إن شاء الله، وأكيد صوته بيوصل بوجود مثل حضرتك سيادة المطران، والسعي لإيصال الصوت الفلسطيني. ومن هون بنحب في ختام هذا اللقاء الرائع جدا سيادة المطران، شو بتقول للشعب الفلسطيني اللي ممكن وصل لمرحلة من مراحله وقال طب مش بكفي، طب احنا بدنا نرجع لحياتنا الطبيعية، طب احنا ممكن طبعا الشيء اللي عمالنا منشوفه بدمي القلوب؟ حقيقة رغم الألم والحزن والدماء والبكاء والنحيب، سنبقى متفائلين أن المستقبل سيكون أفضل إن شاء الله. الاحتلال بقمعه وظلمه يريدنا أن نكون غارقين في ثقافة الاستسلام والإحباط والهزيمة، وهذا لن يحدث. لن يرفع الفلسطينيون الراية البيضاء ولن يستسلموا لهذا الظلم. ونحن من وحي عيد الميلاد ورسالة عيد الميلاد نقول بأن الظالمين في هذا العالم مهما اشتدت حدة ظلمهم وامتهانهم للكرامة الإنسانية، إلا أن الحق يبقى حقا والباطل يبقى باطلا. نترحم على شهدائنا. آمين. شهداءنا ليسوا أرقاما، كل شهيد له قصة، له طموح. كثيرة هي الطموحات وهي الأحلام التي طمرت تحت الركام في غزة الأبية. هؤلاء سنبقى نذكرهم، وهنالك قصص جميلة لهؤلاء سيكتبها وسيخلدها التاريخ. بالتأكيد. نترحم عليهم جميعا. آمين. ندعو للشفاء، ندعو بالشفاء لكل الجرحى والمصابين، وأن يقوي شعبنا الفلسطيني في هذه الأوقات العصيبة. نحن نعيش حالة قهر وظلم غير مسبوقة، ولكن النصر هو حليف شعبنا في نهاية المطاف، لأننا أصحاب هذه الأرض وأصحاب أنبل وأعدل قضية عرفها التاريخ الإنساني الحديث. إن شاء الله، إن شاء الله أن النصر قادم لا محالة، وأكيد لن يقدر على هزم عزيمة الفلسطيني. إن شاء الله سيادة المطران رح يكون لنا لقاءات وقت التحرير بإذن المولى، وقت النصر، وقت أنه إحنا ننتصر بهذه القضية. مرة تانية بنرحب بحضرتك الثائر الديني شكرا. والوطني الأسير السابق المناضل سيادة المطران عطلة حنا، رئيس أساقفة سباستيا للروم الأرثوذكس. شكرا لحضرتك. شكرا جزيلا. شكرا.